بيبدأ فيلمنا مع مجموعة كبيرة من أفراد العصابة وهم بيقتحموا أكبر بنك في العاصمة واشنطن، مش عشان يسرقوا فلوس وإنما عشان يسرقوا قرص صلب واضح إنه مهم عندهم أوي، وهنعرف السبب بعدين. وأثناء الاقتحام رجال الشرطة بيكونوا محاوطين البنك من جميع الاتجاهات. أما اللصوص فكانوا ماسكين الرهاين وبيضربوا فيهم وكمان قتلوا شوية منهم. المصيبة إن فجأة بتظهر طفلة صغيرة من بين رجال الشرطة وبتدخل البنك، والمجرمين لما بيشوفوها بيستهونوا بيها وبيسألوها عايزة ايه يا شاطرة، لكنها مرة واحدة بتتحول لشرطي سريع الحركة أوي وشجاع، وده بيكون بطلنا اللي اسمه فرانك، اللي من قوته بياكل الرصاص بسنانه وبيضرب نار بصوابعه وبيمسك واحد من المجرمين وبيحمي نفسه بيه، ولما بيرموه وسطهم كلهم بيموتوا كأنه فجر فيهم قنبلة. المصيبة ان في نهاية الاكشن ده بيخرج زعيم المجرمين اللي اسمه جوستا من الباب الخلفي وهو معاه قرص الصلب، وده كان الهدف اللي جايين علشانه، وبيسلموا لرئيسه اللي اسمه كين. خليكم فاكرينه عشان هنرجع له تاني. تاني يوم الصبح بنشوف فرانك وهو ساق عربيته ورايح شغله، لكنه بيكون حزين شوية وبيقول لنا انه بقى عايش وحيد حزين من بعد ما مراته ماتت وسابته لوحده. وفجأة بيفوق من القصة الحزينة دي على العقيدة وهي بتقوله تسمح تتفضل معاه على المكتب يا فندم انت. ولما بيدخلوا جوه بتزعق لهم عشان فرانك ضرب المجرمين في البنك بمنتهى العنف، وبسببه كلهم دخلوا العناية المركزة، وده عندهم في أمريكا ضد القانون. وبما إنه ضد القانون فالمجرمين ما صدقوا رفعوا قضية على اسم الشرطة وعايزين يقفلوه. وبتقوله كمان مش كفاية اللي عملته السنة اللي فاتت في مطعم ماكدونالدز، سجنت الموظفين كلهم في ليلة واحدة وسيبت المطعم فاضي. فقال لها إنه ملوش ذنب لأنه كان متضايق بسبب مباراة جاكسون الفاشلة، والمفروض ان المباراة دي فات عليها 20 سنة، فالست كانت هتتجنن منه. لكنه رد وقال لها وايه يعني 20 سنة، انا مش برتبط بالوقت، كنت متضايق وخلاص. المهم انها في النهاية عاقبتهم هما الاتنين وبعدتهم عن القضايا البنكية ونقلتهم لقسم الحوادث، عشان بعدها على طول يجيلهم بلاغ بان في حادثة حصلت على الطريق السريع وفي شخص مات. فراح فرانك وادي يشوفوا مسرح الجريمة، وفي العربية لفت نظر فرانك وقال عليها لوجو أسد فضي، فسألهم من الشخص ده علشان يعرف منهم إن اسمه سيمون وعمره 53 سنة مش متجوز وليه أخت واحدة اسمها بيس، وقالوا له كمان شوية معلومات عنها. وفي النهاية أنهوا القضية بإنها قضية انتحار. تاني يوم بيوصل فرانك لمكتبه فبيلاقي مساعده بيقول له إنه بيس أخت سيمون مستنياك جوه في مكتبك. طبعا هو اخده الفضول وبص عليها من بره الاول، لقاها قاعده على المكتب ومثيره جدا، فالحماس اخده وفتح الباب فاكتشف انه شاف الشماعه شكله كبر شويه. المهم لقى بيس واقفه في الجانب التاني من المكتب وبتبدا تتكلم معاه، لكن هو ما كانش مركز في كلامها وانما كان مركز في حاجات تانية وعمال يبص على تفاصيلها المغريه جدا وجابها من فوقها لتحتها. وفي النهايه قالت له ان اخوها مستحيل ينتحر لانه تفكيره مش كده خالص. وبتعرفوا كمان ان اخوها كان مهندس برمجة شغال في شركة كين العملاقة، وكين ده هو اللي اخد القرص الصلب في اول الفيلم، وبنفهم من كلامهم انه ملقب في امريكا بعملاق التكنولوجيا، وده لانه بيمتلك اكبر شركات البرمجة في العالم كله، وكمان بيصنع عربيات كهربائية حديثة بتشتغل بالصوت بس ودي قلب العالم كله. وفي نهاية اللقاء بتطلب منه يراجع كاميرات المراقبة اللي في عربية أخوها وهو يعرف الحقيقة، فقال لها إن ده شغل هو وهي مش من حقها تتدخل فيه وتقول له يعمل إيه وما يعملش إيه. فزعلت هي كمان من كلامه وقامت عشان تمشي، لكن قبل ما تمشي اديت له كتابها الجديد لأنها كاتبة روايات جرائم حقيقية مستوحاة من قصص خيالية. ومش كده وبس، دي وهي ماشية عجبها الكرسي فشدته واخدته معاها. تفتكروا هتعمل إيه بالكرسي ده؟ طبعا بطلنا بدأ الشك يدور في دماغه وعلى طول ركب عربيته وراح لشركة كين اللي كان في الوقت ده عامل حفلة وعازم فيها كبار رجال الأعمال اللي في البلد، لكنه أول ما شاف فرانك سلم عليه وواضح كده إنهم يعرفوا بعض كويس، وأخدوا وبدأوا يتمشوا في الشركة وبيعرفوا إن سيمون كان أفضل مهندس في شركته، لكنه ما كانش يعرف إنه بيعاني من اكتئاب حاد لدرجة إنه ينتحر. ففرانك بيقوله تقريبا الجريمة جريمة قتل مش انتحار، وفضل يحاول ياخد منه كلام ويعرف منه معلومات أكتر. واثناء كلامهم بيطلع كين ولاعته المفضله واللي بتكون نسخه طبق الاصل من نفس الولاعه اللي شافها فرانك في عربيه سيمون. بعدها بيرجع فرانك لاسم الشرطه وبيحقق مع مجرم من المجرمين اللي اسمه جون، وبيسألوا ليه كانوا في البنك مع انهم ما سرقوش فلوس ومين اللي بعتهم. فجون في الاول ما كانش عايز يعترف لحد ما فرانك اثبت له من خلال كاميرات المراقبه انه كان موجود فعلا، وبكده جون ما كانش عنده حل غير انه يعترف، وقال ان في شخص كان عايز يسرق صندوق امانات، والصدمه بقى مين هو الشخص ده؟ هو سيمون. ففرانك حصل له اندهاش لما عرف ان كده القضيتين دول قضيه واحده. طب ازاي؟ تعالوا نعرف ازاي.
واخيرا بنرجع تاني لكين وهو مجتمع مع مجموعه من رجال الاعمال المرضى زيه، وبيشرح لهم القرص الصلب ده فايدته ايه، والمفروض ان الجهاز ده بيرسل ترددات صوتيه بتخترق مخ الانسان وبتحوله لمخ حيوان همجي شرس، فبالتالي الشخص ده بيتعامل حرفيا زي الحيوانات. يعني ممكن يقتل حد لا اراديا، وطول ما هو ماشي في الشارع هيفضل يضرب في الناس ويدبح فيهم. المصيبة الأكبر من كده إنه عايز يطور القرص الصلب ده ويخليه جوه كل الأجهزة الذكية، يعني من الآخر عايز يدمر الكوكب. وفي اللحظة اللي الكوكب هيتصاب وينفجر فيها هم ساعتها يهربوا لمخبأ سري في كوكب تاني المفروض إنهم مجهزينه كويس أوي، مية وهوا وأكل وترفيه على أعلى مستوى. وبعد ما الناس كلها تقتل بعض لابد إن هيكون في عدد قليل من الناجين، فهم هيرجعوا ياخدوهم لأنهم أبطال ويستحقوا يعيشوا معاهم في المخبأ بتاعهم، وهيبدأوا صفحة جديدة. يعني من الآخر كده بينهي العالم كله وبيصنع عالم خاص بيه هو وبس، استغفر الله. ولما بيجي الليل بيقرر فرانك يدور ورا كين لأنه بدأ يشك فيه، وراح البار بتاعه، أصل كين طلع عنده بار ملكه. ولما راح هناك لقى بطلتنا الأمورة المثيرة بيس موجودة، فهي بسرعة بتعرفه إنها جاية تدور على الحقيقة وتثبت إن كين قتل أخوها، لأنها مش هينفع تقف ساكتة وتسيب حق أخوها يروح هدر. وبتقول له كمان إن محدش يعرف هنا إنها أخت سيمون، وبتخليه يدخل هو يشوف كاميرات المراقبة، وهي بتستغل الفرصة وبتشغل كين، وبتفضل تغني وترقص وتعمل حركات بهلوانية غريبة لحد فرانك فعلا بيقدر يراجع الكاميرات وبيشوف سيمون وهو سهران مع كين. فجأة كين سابه وقام مشي، وهو بعدها بدأ يكلم صحفي قاعد وراه اسمه دو واداله كل المعلومات اللي عارفها من كين. وبعد ما عرفوا كل المعلومات دي هربوا من البار قبل ما رجل الامن والحراس اللي قلبين عليهم الدنيا يمسكوهم. وبعد ما هو بيروح البيت بيلاقي بيس جاي وراه وبيقضوا ليله رومانسيه مع بعض، وفي الوقت ده بيكون بيراقبهم مساعد كين من فوق المبنى اللي قصادهم، واللي بيكون اسمه جوستا، اللي هو نفسه اخد القرص من البنك وخرج من الباب الخلفي عشان يديه لكين. يعني اذا جوستا هو اللي سرق القرص مش سيمون، لكنه كان مفهم المجرمين ان اسمه سيمون عشان يبعد التهمة عنه. ومن بعد اليوم ده بقى مرتبطين بشكل رسمي وبيتقابلوا كل يوم، وكمان بيطلعوا رحلة شتوية ثلجية مع بعض في عطلة نهاية الأسبوع. وبعد ما انتهوا من رحلة نهاية الأسبوع راح فرانك لشات الصحفي دو عشان يحقق معاه، لكنه لما دخل الشقة لقى دمه على الأرض وفي سكينة غرقانة دم وجنبها رسالة مكتوب فيها امسكني، فهو سمع الكلام ومسك السكينة. بعدها لقى رسالة تانية بيطلب منه يسجل فويس بصوته ويقول فانا اللي عملتها، فنفذ المطلوب منه لأنه لحد دلوقتي هو مش فاهم انه بكده بيعترف على نفسه انه هو اللي قتله. ورجع تاني دار على الصحفي لقاه ميت مقتول في اوضته. هنا بدأ يفهم انه اتورط ووقع في الفخ، فكان لازم يتخلص من الجثة عشان ساعتها يدخلوا عليه رجالة الشرطة ويشوفوها متلبس. وقبل ما يقبضوا عليه بيقدر بطلنا يعمل شوية شقلباظات وينط من الشباك ويركب عربيته ويهرب بيها. وبعد ما بيركب العربية بيتفاجئ بكين بيكلمه فيديو كل من خلال شاشة العرض، وبيعرفوا انه لازم يخلص عليه دلوقتي قبل ما يكشف حقيقته للناس كلها. وبيقول له انه مش هيقدر يهرب من العربية لانه هو الوحيد اللي بيقدر يتحكم فيها. يعني لما بعت له العربية من الاول كان قاصد يوقعه في الفخ، عشان عارف انه هيبدأ يدور وراه ويعرف مين اللي قتل سيمون، فحب يخلص منه. وفي النهاية كين أمر العربية تتجه على طول ناحية النهر بشكل مباشر بدون ما توقف. هنا فرانك استنتج ان كين هو اللي قتل سيمون بنفس الطريقة دي، واجبر العربية تنزل بيه في النهر وقتله. المهم في الاخر فرانك بيطلع المسدس وبيكسر ازاز العربية، لكن الازاز بيتجدد تاني من تلقاء نفسه وما بيعرفش يهرب، فبيفضل يضغط على كل زراير العربية لحد ما اخيرا بتشتغل لوحة التحكم وهو بيأمرها بتفتح له الابواب، فالعربية بتنفذ الاوامر وما بيصدق وبينط وبيهرب منها قبل ما العربية توصل للنهر. وبعد ما انقذ نفسه اخيرا جاله اتصال من قد اللي بيعرفه ان العمدة امر بقفل الاسم وفصل كل الشرطيين بسببه، لانه اصبح متهم بقتل الصحفي وكمان هربان. طيب يعمل ايه؟ راح على طول لبيت بيسا عشان يعرف اللي حصل وبينبهها تاخد بالها، بس لما بيروح لها البيت هي بتفتكر اخر مكالمة من سيمون ليها لما قال لها لو حصل له حاجة في جهاز اشعاعي مع كين لازم توصل له، وبعد ما تلاقيه تتخلص منه. هنا فرانك ربط الاحداث مع بعضها، ولما رجع حقق تاني لقوا صورة لمساعد كين اللي هو جوستا وهو بيسرق القرص الصلب من البنك وبيهرب بيه من الباب الوراني. بعدها تاني يوم بنروح لجوستا وهو بيركب العربية فجأة بيرشوا عليه مخدر، ولما بيفوق بيلاقي فرانك واقف قدامه وبيفضل يحقق معاه بطريقة غريبة تخوف، خليته اعترف ان هو اللي قتل الصحفي، وكمان اعترف ان القرص الصلب فعلا بيعمل حالة هجان للبشر، والمفروض ان كين هيفعله يوم 18 نوفمبر اللي هو بعد يومين، والمكان هيكون الصالة المغطاة للمصارعة الحرة. وبعد يومين بيجي اليوم المشؤوم، فعلى طول فرانك بيتحرك على هناك، وبعد لحظات بتوصل الأنثى المثيرة بيسو وبتسأله انت مش فاكرني؟ وهناك لما طلعت المسدس ولسه هتضرب كين لقيت المسدس فاضي،
فهو بيبص لها وبيعرفها انه كان شاكك فيها من الاول، ومش كده وبس، ده كمان بيطلع كل المسدسات اللي هي مخبيها في هدومها، وبندقية طولها 5 متر مخبيها في شعرها، مش عارفه عملتها ازاي دي. اما بطلنا فبيطلع للكرات الاضاءه فوق ودخل جواها وحاول ياخد القرص الصلب، وكانت النتيجه ان الكرات وقعت بيه من فوق والكل شافه. ولسه الامن هيقبضوا عليه راح هو ضربهم كلهم واخد القرص الصلب وهرب. وبعد ما خرج اتفاجئ بكين واقف قدامه وبيحاول يلخمه بالكلام، ومره واحده ضغط على جهاز التفعيل وشغل القرص، عشان بعد ثواني قليله الناس تتحول وبداوا يقتلوا في بعض بطريقه وحشيه. ومش كده وبس، ده كمان كين قدر يبعت اشاره لمخهم وامرهم كلهم يهاجموا فرانك، لكن فرانك قدر يهرب منهم وحاول يشغل العربيه لقاها عطلانه، فبص قدامه لقى بومه، فعارف ان روح ابوه جوه البومه دي وجاي علشان يساعده. فهو على طول استغل الفرصه واتعلق في رجليه وطلب من ابوه ياخده للمجرمين بسرعه قبل ما يهربوا. وفعلا ده اللي حصل، وقدر اخيرا يوقع كين على السكوتر، وقف قدامه وتصدى ليه عشان هنا يبدا بينهم الاكشن. في الاول فرانك اداله بوكس جامد في بطنه اللي مثل ان الضربه وجعته قوي، ومره واحده لابس بدله محصنه صنعها بنفسه ولسه هيطير ويهرب بيها من المكان، فراسه اتخبطت في عمود النور ووقع على الارض. بعدها بثواني وصلت بيس وعلى طول طلعت المسدس وحاولت تنتهم منه الموت اخوها اللي قتله بدم بارد، بس فرانك قدر يقنعها تنزل المسدس لانه بيحبها وعايز يكمل اللي بقى من حياته معاها، وبلاش تدمر مستقبلها وتدخل السجن عشان انتقام مش اكتر. فتأثرت بكلامه قوي، خصوصا ان هي كمان بقت بتحبه، ونزلت المسدس فعلا. ومش كده وبس، دي كمان جريت واخدت القرص من كين، وقدرت تتحكم فيه وغيرت الترددات وخلت الناس بقت رجعوا طبيعيين زي الاول واطيب واجمل من اول بكتير. وبعد ما كانوا بيضربوا وبيقتلوا بعض بقوا بيحبوا بعض قوي، وفي النهايه قبضوا على كين واخدوا للسجن. وفي مشهد النهايه بتطلع العقوده في لقاء صحفي وبتعلن قدام الجمهور ان حاليا بيتم التحقيق مع كين وهيتعاقب عقوبه شديده جدا على الجرم اللي عمله في حقهم، وكمان رجعوا اسم الشرطه من تاني. اما فرانك فبيتجوز حبيبته بيس وبياخدها يقضوا شهر العسل في منتجع سياحي، وبيعيشوا لحظات جميله جدا كلها رومانسيه. وبيخلص الفيلم على كده. سلام.